بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أحبتي في الله، ها نحن في حلقة جديدة مع برنامج أهل القرآن. في حلقة اليوم هي حلقة متميزة بجميع تفاصيلها من بدايتها إلى نهايتها. فمعنا اليوم ضيف حبيب كريم نحسبه على خير، من خريج الأزهر الشريف، حامل كتاب الله سبحانه وتعالى، يحفظ القرآن عن ظهر قلب. إذا رآه الناس أحبوه من حسن سمته وحسن أخلاقه، فما بالكم أحبتي في الله إذا سمعتم صوته. معي اليوم في حلقتي هذه مع برنامج أهل القرآن الضيف والأخ الكريم يوسف مسعود، فنرحب به جميعا ونود أن يعرفنا بسيرته، نود أن يعرفنا ببعض سماته عن تخرجه، عن حفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. فلنرحب بضيفنا الكريم الأخ يوسف مسعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود جميعا أن نرحب بك وأن تعرفنا ببعض صفاتك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخوكم في الله يوسف مسعود، يوسف علي فرج مسعود. درست في الأزهر الشريف وحفظت القرآن في طفولة مبكرة ولله الحمد. كذلك فأنا خريجي الأزهر الشريف، خريج كلية التربية جامعة الأزهر قسم اللغة العربية، وأعمل بالتدريس في مجال اللغة العربية، وأسأل الله العلي العظيم أن يختم لنا جميعا بحسن الخاتمة، إنه على كل شيء قدير. اللهم بارك الله فيك حبيبي وجزاك الله كل خير. نود جميعا أن تسمعنا صوتك العذب، فقد أخبرتهم منذ قليل أن إذا سمع الناس منك تلاوة القرآن يشعرون براحة وطمأنينة من حسن صوتك، فنود جميعا أن تمتعنا ببعض الآيات العذبة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فلتتفضل سيدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه
ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أحسنت وأجدت وكوفئت وبوركت وهنيت. أحبتي في الله، تمنيت والله ألا تنتهي هذه الحلقة أبدا. تمنيت أن يكمل أخونا الفاضل قراءته العذبة، هذه القراءة التي تقشعر لها الأبدان، صوت يشعرك بالراحة والأمان، صوت يأخذك إلى سلاسيب الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم حسن تلاوة القرآن. وها نحن قد انتهينا من حلقة اليوم، حلقة مباركة طيبة. نسأل الله العظيم أن يجمعنا بكم دائما في كل خير مع برنامج أهل القرآن. والسلام في الختام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.